مواد حارقة. هذه الصودا الكيماوي ثور من نفسه، ثور من نفسه. المواد المحترقة. طيب هذه المواد رويكم حبة حبة. هذا اللي امشي فيه انا الحين. هذا شو؟ صناديق الصبر، نفس صناديق الصبر. هذا اصفر، هذا احمر، هذا اخضر. هذا شغال يخوز الاصباغ. تهقون شو هذا يا الربع؟ هاي طال عمركم المواد اللي صنعوا فيها البيبسي. هذيك الصودا الحارقة اللي تطلع الدخان والثور، نفس التيزاب. هي هذه. شوفوا كيف الشرطة ما فيها شيء ولا شيء. شوفوا المواد اللي داخل. طبعا يا شباب هذا الدبة الوحدة يمكن تصنع حوالي 1000 غرشة. ياخذوا نسبة بسيطة جدا 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 ويحطوها في الغرشة، او زجاجة الكولا او البيبسي او الميراندا او كلها. وهذه الاصباغ او النكهات الملونة ويصنعوا منها البيبسي، واحنا نشرب من هذا السم. هذا السم. فاحنا اول بغينا نستفسر عن الموضوع وكلمنا بروحه راعي الشركة، قال هي هذه النكهات اللي يصنعوا منها البيبسي والمواد الغازية. فما ادري شو اقول بالعافية علينا او الله يرحمنا، الله يعيننا جد. شوف الصبغ كله صبغ، حتى ويا الماي ما يختلط. صبغ. هذا في مواد هنا ثانية. هذه المواد، هذا صناديق الصبغ. شوفوا يعني بعد هذا باذن الله ما راح تقرب لا بيبسي ولا ديو ولا هم يحزنون. يعني نشرب من هذا السم. احد يرضى بالله عليكم؟ احد يرضى يشرب عياله من هذا السم؟ اتمنى منكم تنتشروا هالمقطع ليوصل اكبر عدد من الناس ويشوفوا السم اللي نشربه احنا.